زي ما وعدناكم يبقى عندنا تغطيه للدوري السعودي على قد ما نقدر. معظم المباريات النهارده كان في مباراه قويه جدا، ومباراه ديربي كبير ما بين النصر والاهلي السعودي. مباراه كانت للاسف مباراه ممله، مباراه لم تفي باغراضها زي ما بيقولوا، مباراه ما كانتش افضل حال، مباراه كانت ممله في معظم احداثها. اشتعلت الاحداث في الشوط الثاني تقريبا، الشوط الاول بالكامل الامور كانت سيئه جدا. يعني النصر ماسك كوره شويه، الاهلي يمسك كوره شويه، كوره رايحه كوره جايه، ولكن ما كانش في كوره قويه ولا كوره ممتعه بشكل كبير رغم تواجد اسامي كبيره جدا في ارض الملعب. الشوط الثاني ومن تصويبه قويه جدا بينجح فرانك سي متوسط ميدان منتخب كوت ديفوار ولاعب النادي الاهلي، بيجيب هدف رائع جدا بيتقدم بيه وبيفتح بيه المباراه وبيشعل المباراه وبيسخن المباراه الهاديه تماما جدا جدا. بيجيب هدف يتقدم بيه يضغط النصر بشكل كبير، ولكن كان في سد منيع كبير واقف في ارض الملعب، هو مندي حارس مرمى السنغالي. كان عامل مباراه كبيره مع الاهلي، منع اهداف كتيره جدا خصوصا لتاليسكا، واحده لبروزوفيتش. تالق وزاد عن مرماه ببساله بشكل كبير جدا، وطلع كرات كبيره جدا، يعتبر واحد من نجوم المباراه. بيستمر ضغط النصر، تاليسكا بيضيع، اوتافيو عمل مباراه جيده جدا النهارده. بروزوفيتش كان ماشي بشكل جيد، ماني على فترات، كريستيانو مش هو كريستيانو اللي احنا عارفينه. الاهلي بدا يدافع، التغييرات بدات تبقى ترجع لورا، الاهلي بدا يرجع لورا بشكل كبير جدا، رغم ان الاهلي لو كان عمل كاونتر اتاك كتيره كان ممكن يشكل خطوره كبيره على النصر، لكن الاهلي وقف تماما وبالفعل بتدافع بشكل مبالغ فيه. هتستقبل لان النصر بدا يضغط بشكل قوي بالفعل. ومن خطأ من الحريجي مدافع الاهلي بيجيب هدف في مرمى. الحريجي كان نزل اصلا الشوط الثاني كان بديل، بينزل واحده من الغنام تروح الحريجي يجيبها في نفسه هدف عشان النتيجه تصبح 1-1 ويعادل النصر النتيجه، تاخد نقطه افضل من انك ما تاخدش خالص. ولكن فرقتين كبار بينافسوا على الدوري ضيعوا بنقط كتيره في البدايه، يعني النصر ضيع بنقط والاهلي ضيع بنقط، فالموضوع بيبقى صعب جدا ان انت داخل المفروض تحافظ على كل نقطه، ولكن الفرقتين ضيعوا نقط كتير فالموضوع صعب جدا. شفنا النهارده ايفان توني لاعب نادي برينتفورد ومنتخب انجلترا، اول مباراه ما ظهرش بشكل جيد، يعني كان لسه ما خدش على الاجواء، الامور ما كانتش افضل حاجه، او فيما معناه احنا ما شفناهوش النهارده في المباراه بشكل كبير، ما شفناهوش خالص اصلا في المباراه. لكن ايفان توني واحد من المهاجمين الاقوياء، واحد من المهاجمين التقال، هياخد بس على الاجواء ويظبط الدنيا وهيبدا يشتغل مع الاهلي بشكل كبير. جمهور النصر بصراحه حاجه كبيره وحاجه هايله، جمهور الاهلي طبعا جمهور كبير، جمهور النصر النهارده بيعمل دخله رائعه جدا او تيفو للاسطوره كريستيانو رونالدو بمناسبه وصوله ل 900 هدف. عملوا له دخله رائعه جدا جدا، 900 جول وصورته وبتاع، حاجه هايله جدا. النادي ايضا عمل له تيشرت حلو جدا، جوت 900 هدف. الاسطوره كريستيانو رونالدو يعني عمل شغل كبير جدا في الدوري السعودي، دخل لعيبه كتير، عمل استثمارات، يعني ليله كبيره جدا اللي عملها صراحه كريستيانو رونالدو، احدث طفره كبيره جدا في الدوري السعودي، هتبقى طفره كريستيانو في العصر الحديث في المملكه العربيه السعوديه. كريستيانو اسم كبير وبراند كبير جدا في عالم كره القدم.